بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه. وتعالوا مع بعض اقول لكم اخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. طبعا الخبر اللي معانا في بدايه الفيديو القرار اللي قاله الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب نزل بيان واعتذر على رئاسه النادي الاهلي في العام ده بسبب المشكله الصحيه اللي عند الكابتن محمود الخطيب. هل في الاداره او الجمعيه العموميه او اعضاء النادي الاهلي موافقين على القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب؟ طبعا لا، ناس كثيره جدا مش موافقه على القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب، وانا من وجهه نظري ان الكابتن محمود الخطيب يكمل في اداره النادي الاهلي عشان هو من افضل الناس اللي هتدير النادي الاهلي في الفتره دي. بس هو المشكله ان الكابتن محمود الخطيب وضح وقال انا مش هترشح بسبب عندي مشكله صحيه. طيب مين الاصلح او مين البديل اللي يبقى في رئاسه النادي الاهلي؟ طبعا عندنا ناس كتيره جدا في مترشحه وفي ناس كتيره جدا قايله ان هي بترشح في رئاسه النادي الاهلي. في عندنا طبعا الاستاذ ياسين منصور والكابتن محمود طاهر والكابتن خالد مرتجي والكابتن طاهر ابو زيد والكابتن حسام غالي، وضيف عليهم طبعا مين؟ ضيف عليهم الكابتن سيد عبد الحفيظ من ضمن الناس اللي هي قالت ان هي تترشح في رئاسه النادي الاهلي. وطبعا قال ان هو هيترشح، بس طبعا لازم في قبل ما ترشح في طبعا خبراء في النادي الاهلي او الرئيس في النادي الاهلي بستشيره. طبعا الكابتن سيد او الكابتن محمود الخطيب اعتذر، فالكابتن سيد عبد الحفيظ ممكن يترشح على رئاسه النادي الاهلي او ممكن يبقى في قائمه من القائمه اللي هتنزل. اي حد مترشح من الاسماء اللي قلناها هيبقى في احد الاعضاء اللي موجود في القائمه. طيب بالنسبه للاخبار بتاعه النادي الاهلي والانتقالات او في التجديدات، النادي الاهلي في البدايه جدد خلاص مع احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان العقد بتاعه هينتهي في شهر يناير، فالنادي الاهلي قعد مع احمد عبد القادر وجدد خلاص بالنسبه لاحمد عبد القادر. بالنسبه لاليو ديانج، الاهلي خلاص بدا المفاوضات رسميا مع اليو ديانج، وباذن الله اليو ديانج مع النادي الاهلي وهيجدد في الفتره اللي جايه. طيب في ناس كثيره جدا بتقول امام عاشور والتجديد لامام عاشور. امام عاشور لسه قدامه 3 مواسم عشان يجدد مع النادي الاهلي. بالنسبه للملف بتاع امام عاشور مركون دلوقتي بسبب ان لسه العقد بتاعه لسه شويه. طيب نيجي كمان للخبر اللي معانا حسين الشحات. هل حسين الشحات مكمل مع النادي الاهلي او هيمشي؟ بالفعل حسين الشحات جاي له عرض من الاتحاد الليبي، بس لحد دلوقتي العرض ما وصلش للنادي الاهلي. هل النادي الاتحاد الليبي عايز حسين الشحات اعاره ولا عايزه بيع نهائي؟ والنادي الاهلي ما عندوش مشكله ان حسين الشحات ان هو يمشي اذا كان اعاره او بيع نهائي، ما عندوش مشكله لو في عرض كويس. بس بنسبه كبيره حسين الشحات في انتقالات يناير رايح الاتحاد الليبي بنسبه الاعاره. طيب الخبر اللي معانا كمان، هل فعلا النادي الاهلي جاي مهاجم سوبر في شهر يناير اللي جاي؟ فعلا النادي الاهلي خلاص بدأ يخلص مع أسد الحملاوي اللي هو جاي الفلسطيني، فبالفعل النادي الأهلي بدأ يتحرك للاعب وإن هو يجي مهاجم صريح بدل وسام أبو علي اللي هو مشي من النادي الأهلي. طبعا دي معظم الأخبار اللي نازلة عن النادي الأهلي الفترة دي، بإذن الله بالتوفيق للنادي الأهلي النهارده. وتعالوا مع بعض بقى نقول أخبار نادي الزمالك والمشاكل الكثيرة اللي بتحصل في نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك امبارح لعب مع المصري وفاز 3-0. ايه المشاكل بقى اللي دايره او المشاكل اللي دايره في نادي الزمالك؟ المشاكل اللي دايره في نادي الزمالك مدرب نادي الزمالك فيريرا لحد دلوقتي بقاله شهرين لسه ما خدش المرتب بتاعه، وسال وطلب هل بالفعل في مشاكل؟ فالنادي الاهلي رد او نادي الزمالك رد على المدرب قال فعلا عندنا مشاكل ماديه بسبب سحب الارض، وباذن الله ان الارض دي هترجع قريب وكل اللعيبه وكل المدرب هياخد مستحقاته. فعلا في لعيبه بتطالب نادي الزمالك بالفلوس المتاخره، طبعا بقى لهم شهرين ما قبضوش، وده اثر على المجهود او عمل مشكله في الاداره ان ازاي لحد دلوقتي بقى لهم شهرين ما قبضوش والمدرب بقى له شهرين ما قبضش. طيب هل المدرب ده ممكن يقدم طلب للفيفا يشكي نادي الزمالك ان هو ما خدش مستحقاته؟ لا. ليه بقى؟ لان الزمالك او جون ادوار في عقد فيريرا او في عقد اللعيبه، جون ادوار هو المسؤول عن الكوره في نادي الزمالك. عمل ايه جون ادوار؟ جون ادوار هو المسؤول على
عقد فيريرا وهو المسؤول ان هو يمشي فيريرا او لا. يعني لو فيريرا الصبح او فيريرا في الماتشات اللي جايه ما اداش وان هو خسر في الماتشات اللي جايه وبدا الزمالك ان هو ما ينافسش، ما ينفعش اداره نادي الزمالك تقول له فيريرا امشي. لازم القرار الاول والاخير في جون ادوار. يعني جون ادوار هو اللي متحكم في فيريرا وعقد فيريرا، هل هو يمشي ولا لا. جون ادوار هو اللي يقول لفيريرا امشي او استمر او الكلام ده. طيب بالنسبه لمشكله الارض اللي هي بتاعه ارض اكتوبر بتاعه نادي الزمالك، نادي الزمالك طبعا قدم طلب اني عايز يرجع الارض، بس طبعا وزاره الاسكان قالت احنا هندي مهله للزمالك اللي هي سنه، نبدا نشوف منشات، نبدا نشوف ملاعب، نبدا نشوف تحركات في الارض. لو ما تنفذش حاجه من المطالب دي هتضطر ان هي تسحب الارض نهائي والزمالك مش هتاخد الارض دي. بالفعل وزاره الاسكان هترجع الارض للزمالك، بس هتحط شروط زي ما قلنا اللي هي ان وزاره الاسكان هتحدد لهم مده سنه يبدا يشوفوا المنشات اللي موجوده. وبالفعل الارض دي لو رجعت لنادي الزمالك هيبدا الزمالك يستريح ماديا الفتره اللي جايه. طيب في حاجه كمان، الزمالك دلوقتي انت كنادي منظومه كبيره زي كده، يعني عندك العاب في جميع الالعاب، عندك جميع الالعاب. انا نفسي اعرف الدخل بتاعك مبني على حته الارض دي؟ لا، يبقى كده في مشكله في اداره نادي الزمالك ان انت باين حياتك كلها على حته الارض اللي هي ارض اكتوبر ولحد دلوقتي ما عملتش فيها اي منشات. طيب يا ريت يعني حد من نادي الزمالك يطلع يوضح ويطلع يوضح للجماهير او يطلع يوضح للعيبه ايه المشكله او ايه سبب الفلوس الماديه. طبعا الكابتن مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور قبل كده طلع بيان وقال ان المفروض في مبالغ تدخل خزينه نادي الزمالك بس ما دخلتش. طيب المشكله فين؟ هل المشكله في الاداره ولا المشكله في المستثمرين ولا المشكله في الناس او الاداره اللي خدت قروض؟ فاستنونا في فيديو جديد واخبار جديده، بس اهم حاجه اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وادعي لاخواتنا في غزه وصلي على النبي في الكومنتات عشان يبدا يوصل لك كل جديد من اخبار النادي الاهلي واخبار الكره المصريه. استنونا في فيديو